في مثل بيقول الفنون جنون. المثل ده على فكره ما كدبش قوي، لان اللي يدور في حياه بعض الفنانين هيلاقيهم اكتر ناس معرضين للاصابه بالامراض النفسيه وكمان العقليه. وهستعرض معاكم في حلقه النهارده حياه بعض الفنانين المشهورين اللي مروا باضطرابات نفسيه غريبه واحيانا بتكون مضحكه، اللي انا واحد منهم. امير الشعراء احمد بيك شوقي، واللي مفيش شاعر في العصر الحديث قدر يقرب من المكانه بتاعته ومنزلته. ومع ذلك احمد شوقي كان عنده عاده غريبه جدا، كان بيكتب كل القصايد العظيمه بتاعته تحت السرير. والله. واللي قال الكلام ده ابنه الروحي الموسيقار محمد عبد الوهاب، مش انا اكيد يعني، اللي كان دايم التردد عليه في البيت. بس في الحقيقه اللي كان بيعمله احمد شوقي ده رغم انه غريب جدا، بس ما نقدرش نقول ان ده مرض نفسي. احنا ممكن نقول ان ده الهام مثلا، بيجي لك في اماكن غريبه جدا وانت قاعد مش فاهم انت بتفكر في ايه. يعني مش بتشوف مثلا ناس بتفكر وهي قاعده في الحمام؟ انا عن نفسي بفكر في كومودينو، وده الاحساس بقى اللي بيحسسك بالشعور الغير واعي في العزله عن الناس، الاحساس بالخصوصيه اللي بيخليك دايما حاسس ان مفيش حد هيقتحم حياتك، وده اللي بيخلي المبدع يقدر يبدع. لكن عارفين مين بقى اللي كان عنده مشكله نفسيه بجد؟ محمد عبد الوهاب، لانه كان اشهر واحد مصاب بالوسواس القهري في الوطن العربي. عبد الوهاب بقى ما كانش بيحب اللمه ولا الاختلاط بالناس، وكان بيخاف انه يتنقل له عدوى من الناس، لدرجه انه ما حضرش جنازه تلميذه عبد الحليم حافظ، وفضل قاعد في عربيته بيشاهد تشييع الجثمان. ومن كتر ما خوفه لو جاله برد تبقى مصيبه، كان عنده اختبار غريب جدا اسمه مأمون، ولو الميم طلعت ميم والنون طلعت نون يبقى اهلا وسهلا بيك في بيتي، لكن لو الميم والنون ما طلعوش اصلا يبقى اطلع بره حتى لو كنت مين. انا بقى لو موجود في زمن عبد الوهاب اقسم بالله ما كنت عديت من الشارع من عنده. عبد الوهاب كان عنده مرض نفسي اسمه الوسواس القهري، مرض بيخليك دايما خايف من الموت او المرض، وبيخليك دايما تعمل حاجات غريبه غصب عنك. يعني مثلا تغسل ايدك كل شويه وتنسى انت غسلت ايدك قبل كده ولا لا. ونفس الشيء مع الاكل. على فكره ده مش كل حاجه عن الوسواس القهري، ده جزء بسيط بس منه، لكن هو كمرض اشمل من كده بكتير. اما بقى عن تكمله كلامنا في اضطرابات الفنانين، في فنانين كتير عندهم فوبيا غريبه جدا. عندك مثلا الفنانه الجميله مي عز الدين، عندها فوبيا غريبه جدا بالدم. يعني مره كانت بتصور حاجه ورجلها اتعورت وفضلت تصرخ صريخ غريب جدا. الفنان الجميل يحيى الفخراني عنده فوبيا غريبه من الفئران، يعني لو شاف فار في اللوكيشن بيفركشه على طول. الفنان بقى محمد ممدوح تايسون عنده فوبيا غريبه من نوعها، بيخاف من المانجا. عمرك شفت حد بيخاف من المانجا؟ انا عن نفسي بخاف من الاصنام. أمير يوليوس أمير يوليوس أمير انا يوليوس. في النهاية الفوبيا ما تعتبرش مرض نفسي، هو حدث بيحصل في الصغر بيسبب مخاوف غير منطقية في الكبر. لكن بقى المرض اللي واخد توكيل كل الفنانين هو الاكتئاب. تخيل جيم كاري نجم الكوميديا الجبار كان بياخد مهدئات عشان خاطر يحب حياته ويتقبلها. صلاح جاهين اللي كتب الحياة بقى لونها بامبي، ما كانش بامبي ولا حاجة، ده مات بسبب الاكتئاب. مارلين مونرو انتحرت بسبب الاكتئاب. السبب بقى اللي بيخلي الفنانين دول اكتر عرضة للاصابة بالاكتئاب هي هشاشة نفسيتهم، لان الفنان هو شخص بيفرط في استهلاك مشاعره، وده اللي بيوصله للاكتئاب. وبعض الممثلين ما بيكونش عندهم اكتئاب الا لما بيقوموا بدور معين، زي مثلا الفنان الجميل احمد زكي لما قام بدور زوجة رجل مهم فضل 6 شهور يتعالج من الاكتئاب. وهتفضل مقولة الفنون جنون دي ما هي الا مقولة، انت تصدقها او ما تصدقهاش ده حاجة ترجع لك. انا عن نفسي مش مقتنع بيها. انا عندي النهارده ميعاد مع السيرابيست بتاعي. السلام عليكم.